اوعى تقول لجوزي ان انا حامل. خلود، دخلي لي المريضه. اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. اتفضلي. اتفضل يا استاذ، اتفضل. ساعدك يا دكتور. هي الحقيقه في ايه يا دكتور؟ في حاجه ولا ايه؟ لا ابدا. الحقيقه ان المدام عندها شويه تلبك معوي. هي يظهر يعني بتحب الاكل الحراق وبتحب الاكل من بره، يظهر كده. ايوه. طب هي تعبانه يعني؟ عندها ايه؟ انا قلقت جدا. والله انا هكتب لها شويه مضادات حيويه. هو في يا دكتور في حاجه ولا ايه؟ وشويه مطهرات. انا هكتب لها مطهرات، وان شاء الله هتبقى كويسه قوي 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 بعد المطهرات دي. انا محضرهم وكاتبهم اهو. مطهرات؟ انا مش فاهم اي حاجه، انتوا بتقولوا ايه؟ عاده الاكل اللي بيبقى في الشارع بيبقى فيه ملوثات وبكتيريا وميكروبات، ولازم انا بقى في الحاله دي اكتب مطهرات يا سيدي. تمام. طب ما تكتب يا دكتور. هو انا الدكتور؟ انت الدكتور، اكتب وشوف هي تعبانه من ايه. انا قلقت جدا على فكره. هي عارفه كويس قوي هي تعبانه من ايه، بس خلي بالك المطهرات دي مهرها غاليه قوي. بالشفا ان شاء الله. هتاخد 3 مرات قبل الاكل وبعده. هو في حاجه؟ مالك مخطوفه كده ليه يا هدى؟ لا ما فيش حاجه يا نور. لا اصل هو تأثير المعدة بيأثر على سائر الجسم كله، فبتبان انها ضعيفة. بالشفا ان شاء الله. ماشي يا دكتور. هتقول الاسبوع الجاي الاستشارة بأمر الله. يلا يا استاذ. يلا يلا يلا. ايوه هتقول لجوزي ان انا حامل. اتفضلي يا فندم. شكرا. العفو. الله، هي البت دي اتأخرت كده ليه؟ اما بنت لكاعية صحيح. لا ده انا الفار ابتدى يلعب في عب من البت دي. شكلها كده والله اعلم مش سهل، قصيرة كده، والقصيرين دول الواحد يخاف منهم، مكرين. يا خلود. افندم يا دكتور. تعالى يا خلود هنا. نعم يا دكتور. انا عايز افهم، هو انت كل مريض او مريضة هتقعدي معاه ساعة ولا ساعتين عشان خاطر البقشيش؟ احنا في عيادة يا دكتور، عيادة محترم. عايزة تقولي ايه؟ اتفضلي يا دكتور. انا كنت بخرج التعبانة وكان تعبانة شوية يعني، وانت عارف ان هي تعبانة يعني. انا عارف. مش الاخيرة دي؟ تعبانة قوي قوي. طب بقول لك ايه، روح نجري اعمل لي كوباية شاي اظبط دماغي لحسن ده قلبت دماغي قوي. يلا ايه على رجلك نقش الحنة. حاضر يا دكتور. اما غريبة والله، انا مشيتها كحل صحيح، بنت مش سهلة مقلبظة. ايوه اتفضلي. اتفضل. دكتور جون، دي الورقة. شوفها. اوعى تقول له جوز انا حامل. ايه يا خلود يا بنتي، مين اللي بيخبط على الباب؟ دي استاذه هدى وجوزها. دخلوا استاذه هدى بس، وخلي جوزها بره عشان انا لسه هعيد الكشف عليها من اول وجديد. اشمعنى في حاجه؟ الله، انت مالك تتدخلي في شغل ولا ايه؟ يلا اتفضلي نجري. اما حشريه صحيح. اتفضلي. شكرا. تعالي يا استاذه هدى، تعالي يا وش الخير. اتفضل يا دكتور. المطهرات اللي انت طلبتها. ايوه بس المطهرات دي يعني عايزه تتطهر شويه. هجيب لك منين يا دكتور؟ ما كفايه اللي انت اخدته. انا خلاص شطبت كل اللي معايا. الموضوع خطير. عارفه ده لو اتعرف انا ممكن اتشطب من نقابه الاطباء خالص. يا دكتور حرام عليك، انا جوزي لحد دلوقتي ما يعرفش اي حاجه، وانت عمال تسحب مني فلوس اجيب منين تاني؟ ربنا يستر بقى. هو لازم يجي معاكي في كل مره؟ اعمل ايه يعني؟ هقول له لا ما تجيش؟ وانت يا خلود، يا خلود، انت يا خلود. نعم يا دكتور. دخلي لي الاستاذ نور جوزها، دخليه. اتفضلي يا استاذ نور. السلام عليكم. الحقيقه انا عايز ابشرك بشرى جميله وظريفه جدا. اتفضل. المدام خلاص يعني ايه، خفت بنسبه 99%. خفت؟ انت قلت لي ان هي خفت. يعني مش حامل؟ ايه اتخضيتي كده ليه؟ انت فاكره ان انا ما اعرفش؟
اقسم بالله العلي العظيم يا دكتور لا تحكي لي على كل حاجه لاسجنك. انا مسجلك صب صوره. طب اسمع مني بس. طب اسمع شوف، انت تعرف اللي انت بتعمله ده ايه؟ بس انا اوديك في 60,000 داهيه. اصل انا هقول لك الموضوع، انا نيتي كانت شريفه. انا خفت لو عرفت الحقيقه تطلقها وبسببها يتهدم البيت الشريف ده ويتكسر فوق دماغكم، فانا حبيت اداري عليها. وبعدين يا اخي كل واحده بتغلط، حاول تداري عليها يعني ومفيش مشاكل يعني. بقول لك يا دكتور، انت تحكي لي كل حاجه وتحكي لي هي اديتك قد ايه واديتك كام وايه اللي حصل بالظبط. انا رايي تسامحها، وكل ست بتغلط يا سيدي. بقول لك ايه، انا عايزك تحكي لي كل حاجه، لا اما اقسم بالله ما هيحصل كويس دلوقتي. اصل الحقيقه يعني ايه يا دكتور هتاتي كتير؟ اصل بصراحه كده بقى المدام حامل. نعم. حامل ازاي يا دكتور وانا ما بخلفش؟ هو منطقيا انت صح، لكن علميا يجوز بنسبه 25% و5 من 10. يعني ايه 25% و5 من 10 يا دكتور؟ بقول لك انا ما بخلفش، انا ما بخلفش. ايه اللي بيحصل ده وازاي حامل ومن مين؟ طب انا دي عياده الدكتور وانا ذنبي انا ايه؟ طيب بص بقى عشان نخلص الليله المهببه دي. بص هات يا عم دي الفلوس اللي اديتهاني، وامشي بقى من هنا من غير ما ترد لك لكم البوليس. يلا عيله ركش. الفلوس ده انا اللي هجيبهولك، وانا وربي الكل ما هسيبك على اللي انت بتعمله واللي انت خبيته عليا. عاجبك كده؟ الله يخرب بيتك، ما جاليش من وجه غير المصايب. كان يوم اسود يوم ما شفتك وخربتوا بيتي. يا شيخ حرام عليك، حسب الله ونعم الوكيل فيك، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. طب يلا نجروا بقى نجروا. العظيم ما هرحمك يوم واحد. يلا اهو كده الشاي برد. الله يخرب بيتكم، اشربوا ازاي دلوقتي؟ هو في ايه؟ بص حضرتك، انا شفت مراتك كانت بتدي للدكتور فلوس وبتديله ورقه مكتوب فيها ان هي حامل. ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتهزري؟ والله العظيم زي ما بقول لك، ولو مش مصدقني كده كده الدكتور مش بيهتم بالكلام ده. دي شايفاها؟ لا نزلت. مش بيهتم بالورق والكلام ده. انا هجيب لك الورقه وانت جاي المره الجايه هديها لك، وهثبت لك كده كويس قوي. ماشي. وهتيجي المره الجايه هتديله فلوس تاني. انت عارفه انت لو طلعت بتضحك عليا اقسم بالله حسابك معايا هيبقى كبير جدا. طيب انا هستفاد ايه لما اكدب عليك؟ ما اعرفش. لا انا مش بكدب عليك، وانا هثبت لك كده كويس، بس لو طلع كلامي صح. ماشي. تعرف لو كلامك صح ساعتها انا هكافئك احلى مكافاه. والله لا مكافاه ولا حاجه، الايام جايه وانت هتيجي المره الجايه وهديك الورقه وهثبت لك كده. ماشي. سلام. ست خاينه.